بس انت النهارده انت عارف ان انت لما تسكن النهارده انت خلينا نقول في ناس بتسكن النهارده فيلا عارفه ان هي بعد سنتين تبقى في نفس الرينج. انما النهارده لما اجي اقول لك حافظ على فلوسه يعني بالظبط انت لا وبتحافظ على فلوسك، انت يمكن كانك بتستثمرها مثلا في ايه، في حاجه قريبه من الذهب يعني. عايز افكركم بس قبل ما نخش في الغويط مع مشروع النهارده، لو انتوا عايزين تتواصلوا مع مستر او باشمهندس يحيى علي مباشره وبشكل مجاني، تقدروا تتواصلوا معاه عن طريق الليد فورم اللي احنا سايبينها في ديسكريبشن الفيديو. خلال 24 ساعه او 48 ساعه حد من فريقه او هو شخصيا هيتواصل معاكم عشان يديكوا كل الابديتس اللي موجوده للمشروع ده او مشروعات اخرى بشكل فور فري ومجاني. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست عقاري. النهارده احنا مش هنتكلم عن العاصمه ولا هنتكلم عن مناطق جديده، احنا هنتكلم عن منطقه واعده وهي المستقبل سيتي. بس احنا هنتكلم عن مشروع معين من شركه عملاقه ومشهوره وشركه محترفه جدا ومعظم الناس بتحب تروح لها يعني، ولكن هنعرف ايه نقط القوه وايه نقط الضعف سواء هي في الشركه دي او سواء في مستقبل سيتي. يعتبر مستقبل سيتي جنب العاصمه الاداريه، ولكن احنا هنتكلم عن مستقبل سيتي تحديدا مع بروبرتي كونسلتنت استضفناه قبل كده، وهو من اهم الناس اللي بتفهم في الحته دي، مستر او باشمهندس يحيى علي. اهلا بيك باشمهندس. اهلا بحضرتك. طبعا الحمد لله، وحشتني المره اللي فاتت. النهارده احنا هنتكلم معاك عن ايست فالي من سودك في مستقبل سيتي، وانا ليا اسئله كتيره جدا طبعا. ولكن هسيبك تتكلم براحتك وبعد كده اقول لك بقى ايه الاسئله اللي عندي. اوكي، خلينا زي ما المره فاتت كده بنبدا عن تاريخ الشركه. وسودك من الناس اللي انت بتقول اللي هو مش محتاجه نذكر تاريخها، بس احنا بنقوله برضو للي مش عارف. بالظبط. فسودك هي اصلا من اول الناس اللي بنت في 6 اكتوبر. واصلا انت هتخض من معلومه من فكره ان اصلا انت شايف ان اسمها سودك. ليه اسمها كده؟ ان كل اصلا حرف من كلمه سودك بترمز لمعنى. يعني ايه؟ يعني اس بترمز ل 6، او بترمز لاكتوبر اللي هو 6 اوف اكتوبر، دي ديفلوبمنت طبعا، اي انفستمنت، سي كومباني، يعني هي 6 اوف اكتوبر ديفلوبمنت اند انفستمنت كومباني. طب ايه اللي ودانا بقى مستقبل سيتي؟ شفت بقى؟ بس هو عشان هم كانوا بادين هناك، وهم خلينا نقول شركه سودك من الشركات اللي بتخلق ديستنيشن. هي زي بالنسبه لي هي نفس فكره اعمار شويه. هي بتخلق ديستنيشن الناس كلها بتروح بعدها. هو فعلا من اول الناس اللي عملت، يعني خلي شركه سودك دي تاسست من اواخر التسعينات 1996 بالظبط يعني. ودي دلوقتي داخله على 30 سنه يعني. فانت بتتكلم ان من اول الناس عملت اصلا فكره كومباوند. يعني انت هتلاقي من اول كومباوندات اصلا اللي طلعت في القاهره كلها هتلاقي كومباوند ايه؟ هو بيفرلي هيلز. بيفرلي هيلز طبعا كومباوند من الكومباوندات المشهوره قوي في اكتوبر في التوسعات الشماليه. طبعا هو الناس كلها بتحبه، الناس كلها طبعا عايز تاخد ترجع يعني تشوف تاني ايه ده اللي ما خدش بيفرلي هيلز عايز ياخد في بيفرلي هيلز. طبعا اعلى ريسيل فاليو موجود دلوقتي في اصلا في المنطقه هناك. فانت بتتكلم من شركه اتاسست 1996، النهارده داخل على 30 سنه. الشركه دي سلمت اكتر من 20 مشروع يعني. لغايه النهارده سلمت اكتر من 20 مشروع. ده يعني ماليه ضخمه يعني زي كل سنه ونص مشروع تقريبا بالظبط. دي حاجه مش طبيعيه يعني. الميزه فيهم ان انت ايه؟ ان انت ما تاخروش في الاستلام بنسبه 92%، ما تاخروش في اي حاجه في نسبه الاستلام. فدي طبعا بتدي موثوقيه جامده قوي يعني للشركه. اصل الشركه هي مصري ولا اماراتي؟ لا هي اكتر اصلا اللي بدا الشركه دي استاذ مجدي راسخ. مجدي راسخ ده معروف طبعا من زمان، من اول الناس اصلا اللي بدا بنا في 6 اكتوبر عامه. فهو من الناس اللي اسست الشركه. وطبعا بالتتابعيه زي ما بنقول راحت لاستاذ ماجد شريف، ولسه دلوقتي اخر سي او جه في اخر 2023 يعني هو الاستاذ ايمن عامر. دلوقتي بنتكلم ان شركه اصلا سودك نفسها مطوره قد ايه اراضي، شغاله في قد ايه في السوق. شركه سودك النهارده بتتكلم في ان هي عندها محفظه اراضي اكتر من 23 مليون متر مكعب بتطورها. دي طبعا ده رقم كبير جدا يعني. وبتتكلم ان هي عندها بس مواطنين ساكنين جواها اكتر من 35,000 مواطن، ودي طبعا رقم كبير. تتكلم النهارده ان هي من المواطنين اللي يعني الدرجه اللي طبعا طبعا هي بريميوم. هي بتسلم حاجه بريميوم كواليتي بجد يعني. النهارده لو رجعنا اي مشروع هي مسلم حاجه بريميوم كواليتي. ومعظم الناس يا سي او يا صاحب شركه يا بالزبط. موظف كبير فين يا بره مصر يعني. بالظبط، لان هي بتقدم لك الكلاينت بتاعها يعني. بالظبط. هو كلاينت سودك، هو خلينا نقول دايما كلاينت سودك هو بيحب يروح لسودك يعني. هو بالظبط هو عارف هو لو في مشروع قديم في سودك هو بيحب لو هينقل مشروع جديد لسودك. مش بيطلع بره سودك. هو شايف البريميوم كواليتي اللي هو
خدوا في العيشه في كل حاجه زي العربيات كده اللي راكب عربيه بشكل معين مش هينفع ينزل عنها بشكل تاني بالظبط لازم فيتشرز او بنفيتس تانية يعني بالظبط. فدي الميزه ان انت بتتكلم النهارده انت عارف وانت بتشتري مع صوتك تشتري مع مين، تشتري من مطور عقاري قديم ازاي، تشتري النهارده ان هو عنده كام وحده سكنيه، بتتكلم ان هو داخل في 20,000 وحده سكنيه تم بيعها، كان بقى هو اصلا سلم في حدود من 15-16,000 وحده، يعني هو خلاص هو فاضل له كام وحدات قليله اللي هو اتباعت ولسه ما اتسلمتش، اللي هو الطبيعي اللي اوف بلان ده في الشركه كلها، ده في الشركه كلها. طيب ليه انا اروح مش هنقول بقى ليه انا اروح لايست فالي، بس ليه انا اروح للمستقبل سيتي مع ان لسه المستقبل سيتي تحت التطوير واسيب العاصمه، مع احترامي للعاصمه طبعا العاصمه مشروع كبير جدا اي حد يتمنى ياخد هناك، بس نسبه المخاطره شويه في مستقبل سيتي، يعني اللي هو العاصمه لسه بتقول يا هادي طلعتوا لنا بالمستقبل. فليه بقى؟ انا طبعا ده سؤال حلو جدا، ده سؤال بيطرح في اذهان كتير برضو. بس هنا خلينا نقول اول حاجه بحب اركز عليها فكره ان خد بالك برضو ان العاصمه هي قطاع حكومي، انما المستقبل سيتي هي قطاع خاص. ده بيفرق في ايه؟ ده بيفرق كبير قوي في الاستثمار. اصلا انت عارف وجه الاستثمار في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بيفرق جامد. بيفرق في اللي انت عارف ان المستقبل سيتي فيها برايفسي اعلى. ازاي برايفسي اعلى؟ ان المستقبل سيتي اصلا جيتد، يعني هي جيتد كوميونتي، يعني هو اصلا قبل ما يخلي ان جوه كومباوندز هو جيتد اصلا. فهو من بره، فهو انت بقيت يعتبر انت لو كومباوند جوه فهو انت بقيت دبل جيتد. يعني ايه دبل جيتد؟ يعني انت اصلا جيتد من المستقبل سيتي، بعد كده بتخش تلاقي الكومباوند بتاعك تخش منه جيت، فبرايفسي اعلى شويه. الاحلى من المستقبل بالنسبه لي هي تطور شويه عن التجمع واحسن من العاصمه، ان المستقبل سيتي مش هتلاقي جواها عماير، يعني انت مش هتخش. طبعا ده للناس بتحب برايفسي اكتر يعني وكده، انت مش احسن من العاصمه كونسبت تاني طبعا. لا انا بتكلم جيتد على فكره بس هي يعني بس انا قصدي على فكره السمارت كوميونتي. يعني ايه سمارت كوميونتي؟ يعني انت النهارده في المستقبل هيبقى في حاجات سمارت سيستم شويه، هيبقى في واي فاي مثلا في الطرق شويه، هيبقى في حاجات هم عايزين يعملوها سمارت شويه. فقصدي ان ده تطور معين غير كونسبت العاصمه خالص. العاصمه انت بتتكلم في ابراج وبتاع وداخلين في حاجات تانية، دي مدينه او عاصمه كبيره بالظبط، عاصمه كبيره لسه قدامها 10 و15 سنه. ليه؟ لان انت هتبني اجزاء فيها ما شاء الله، اجزاء كتير قوي. انت بتتكلم اول R1 انت طالع بقى الR8 والR9، يعني انت طالع لحتت كتير قوي، الحي المالي، ففيها مناطق كبيره قوي دلوقتي. قصدك تقول ان مستقبل سيتي مثلا زي التجمع زمان، زي اكتوبر زمان، بس بقى بالنظام الحديث للاحياء دي. بالظبط. انت مستقبل سيتي بتتكلم بعيدا عن المقارنه. بالظبط، بتتكلم مستقبل سيتي هي 11,000 فدان بس. العاصمه اكبر بكتير، يعني انت بتتكلم عباره عن 11,000 فدان متقسمه لفيزز، فده مسهل الموضوع على مستقبل سيتي. في النهارده الناس في المستقبل سيتي ساكنه وعايشه. زي ايه؟ زي انت بتتكلم فيز اول في حاجات فيها متسلمه، زي ايه؟ زي مشروع بتاع LMD قريه، ده ناس ساكنه وعايشه هناك. في حاجات زي ات ايست بتاع برضو اهل صبور، في بيج نيمز نازله هناك برضو متقله. يعني المرافق جاهزه اصلا، في حاجات طبعا منها جاهزه، في حاجات مهدت وجاهزه، وفي حاجات لسه بتتمهد برضو عشان تبقى عارف ان 11 ساكن ده يعني جاهز حاجته بالظبط حاجته جاهزه. بتتكلم ان تطوير مناصب مسلمه هناك، بلوم فيلدز طبعا في حاجات منها استلام فوري، فانت تتكلم في ناس مسلمه هناك اوريدي، ولسه في حاجات طبعا اوف بلان عندهم، وبتتكلم في يعني حاجات جاهزه، وفي حاجات لسه بتتمهد الطريق في فيزز. يعني ايه الكونسبت بتاع حد برضو يروح يسكن هناك في لسه المنطقه تحت التطوير؟ انا عارف ان المنطقه جامده جدا، وعارف ان هتبقى زي طبعا انا فاهم، بس ايه اللي يخلي واحد يسيب التجمع؟ ولا هو فكره التسهيلات الماديه مثلا اللي حصلت في الاول هي اللي خلته ينقل، بدل ما يسكن في شقه في التجمع بقى عنده تاون هاوس مثلا في المستقبل، فلا اقعد اسكن في التاون هاوس مش مشكله، وكوميونيتي جديد وشايف التطوير تحت عيني وهكذا؟ ولا امر واقع فانا استلمت وخلاص وعايز اسكت؟ لا انا المستقبل انت قلت برضو حته حلوه قوي. هي المستقبل كانت عامله زي التجمع الخامس، او كانت عامله زي ارض انت شايف الناس رايحه هناك، الزحف العمراني كده رايح ناحيه العاصمه. عشان كده بقول لك ان المقارنه بين العاصمه والمستقبل مش هينفع تقارن بعض قوي، لان اوريدي اصلا زحف العمراني رايح للعاصمه، فانت هي المستقبل قبل العاصمه بالظبط. يعني كده رايح لها بالظبط. فكده انت رايح، لان انت اصلا بنتكلم في المستقبل سيتي ايه منها، او خلينا نقول يعني انت ماشي جاي على طريق السويس، ايه بعد على طول المستقبل هو العاصمه. يعني انت جاي من التجمع فانت هتعدي على المستقبل، انت جاي من العاصمه فانت هتعدي على المستقبل بالظبط. فانت يعني هي محطه بالظبط، انت ما بينهم هما الاثنين. والميزه ايه؟ انت جنبك مدينتي فاوريدي كلها ساكنه وعايشه، جنبك العاصمه فاوريدي خلاص هتسكن برضو، وهتبقى جنبك ناس. انت ميزه برضو في الكوماوند بتاعنا اللي هو ايست فالي، يعني ان انت على محور رئيسي جوه المستقبل، محور الامل.
محور الامل ده معروف طبعا جوه المستقبل جدا، ده من المحاور الرئيسيه جوه. بتطلع بتخش له من طريق السويس عادي جدا. فانت برضو كومباوند في حته برايم لوكيشن. ليه بقى؟ هناك برضو من نازل بيج نيمز، بتتكلم عن فيتا جاردنز. فانت في لوكيشن حلو قوي، جنبك برضو فيتا جاردنز، جنبك برضو مطورين زي اليفا بتاعت ماونتن فيو، جنبك اهل صبور. ففي ناس تقيله او بيج نيمز يعني نازله هناك كتير. فده مخلي فعلا المستقبل هي زي امتداد للتجمع الخامس، وده بحب اقولها كده. عايز افكركم بس قبل ما نخش في الغويط مع مشروع النهارده، لو انتوا عايزين تتواصلوا مع مستر او مهندس يحيى علي مباشره وبشكل مجاني، تقدروا تتواصلوا معاه عن طريق الليد فورم اللي احنا سايبينها في ديسكريبشن الفيديو. خلال 24 ساعه او 48 ساعه حد من فريقه او هو شخصيا هيتواصل معاكم عشان يديكم كل الابديتس اللي موجوده للمشروع ده او مشروعات اخرى بشكل فور فري ومجاني. مظبوط؟ طبعا. عايز بس اقول على حاجه، دايما الناس اللي احنا بنستضيفهم بنقول دايما او بنسمع عنه فكره ان ده برايم لوكيشن او ده مشروع مميز او مش عارف، بيشكروا دايما في المشروعات. انا عايز اقول بس ان احنا دايما هنا بنستضيف الفرص او بنجيب الناس اللي عندها الفرص فقط. يعني لو سواء فرصه ماديه او فرصه لوكيشن او فرصه مشروع او بيج نيم عامل عرض معين او حاجه بشكل معين، فاحنا بنحب نستضيف الفرص عشان جمهورنا مش اكتر. يعني حابين نتكلم اكتر او نكمل حديثنا في المشروع بقى اكتر، نغوط فيه شويه. اوكي. لا طبعا في ايه جوه. طبعا. هو دلوقتي بنتكلم ان المشروع على مساحه 500 فدان. ماشي. المشروع في منطقه اسمها مدينه مدى طبعا شركه ميدار. اوكي. مدينه مدى بالظبط، تبع شركه ميدار. وجواها بقى كومباوند زي كومباوند اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو ايست فالي. ايست فالي طبعا صديق بتهتم بكل يعني بوينت. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بنسميها ايست فالي. ليه ايست؟ طبعا عشان شرق القاهره والكومباوند، وفالي للحياه اللي هي الريتش، الحياه اللي هي فيها ووتر فيتشرز وفيها حياه كده بريميوم يعني. فجمعوا مع بعض خلوها ايست فالي. فالموضوع تحس ان انا الحته الثريه اللي بالظبط. بالظبط. فتحس ان هي لا هم بيركزوا في الديتيلز يعني. أوكي. والميزه ان هنا النهارده مسلمين كل حاجه فولي فينجد بلس ايسيز. ودي اكتر ناس بقى برتاح اللي هو ترتاح معاهم في الفولي فينجد بلس ايسيز هم صدق. انت شايف بيستخدموا اكتر حاجه بريميوم في التشطيب هم بيستخدموها. واحده يعني انا معاك. احنا هنا بنسلم بالتشطيب الكامل بالتكييفات. بالظبط. صح كده؟ صح. لا عايز اوضحها معلش. لا طبعا. طب مين المهندس اللي عامل البروجكت او الشكل العام للكومباوند؟ هو اللي عامل الديزاين جوه اللي هو الاركتكت ديزاين باشمهندس امير فايو. طبعا هو باشمهندس امير مشهور في الديزاينز، وحتى اشتغل هو مع صديق المشروع. يعني هتشوفوا هيبقى تفاصيل يعني هيبقى في حته تانية. وكمان الميزه اللي عامل ماستر بلان، هم جايبين شركه اجنبيه. الشركه دي من احسن الشركات اللي في العالم اللي بتعمل ماستر بلان، زي EDSA اصلا معقل الشركه خلينا نقول في كاليفورنيا. فهم شركه اجنبيه من اشهر الناس بتعمل ماستر بلان عشان بتعرف تظبط اللاندسكيبس، بتعرف تظبط كل حاجه على ماستر بلان. فالمشروع هيطلع بريميوم يعني. طيب عايز اعرف اكتر لو في PDF هنا تفرجنا اكتر. وزي ما بنتكلم في البدايه ان اليونتس ديليفرد هنا اكتر من 15,000 وحده زي ما احنا اتكلمنا. عندهم محافظه اراضي هي اكتر من 23 مليون متر مكعب. بنتكلم ان اليونتس السولد اصلا زي ما قلت فوق 19,000. بالظبط فوق 19,000. وبتتكلم ان هنا بقى دي نسبه عاليه جدا لكاستمر ساتسفاكشن، يعني رضا العميل بالمنتج اللي هو بياخده. هم حاسبين هنا بلس 61 ده رقم عالي لكاستمر ساتسفاكشن. الافريج اصلا بيبقى فرنج من 30 35 ده بيبقى رقم عالي، اما بيبقى رقم 61 ده رقم كبير يعني. لو خبطنا الباب على كل واحد هنسمع بالظبط. تسمع جيدة جدا. واظن ان اي حد كلاينت بالذات عايش صدق، انت لو سالته اظن ان انا من غير ما اقول اي حاجه انت هتعرف رايه يعني. مفهوم صدق معروفه وعاملها معروف يعني. بالظبط. وزي ما اتكلمنا هنا برضو ان في اكتر من 35,000 مواطن يعني عايش هناك. وهم خلين اكتر من كذا ديستنيشن، خلين 3 ديستنيشن زي الساحل زي اكتوبر. وطبعا دلوقتي التجمع والايه منوع المحفظه بالظبط والمستقبل. وزي هنا اهو بنشرح دي اللي انا هنا قلت عليها اللوكيشن بقى. بالظبط ده اللوكيشن. وهنا زي ما اتكلمنا كل الاريا دي اريا المستقبل سيتي. اوكي. قدامها مدينتي طبعا. بالظبط دي مدينتي اهي. ده مشروع بتاع سراي. اوكي. ده سور مدينتي. هنا دي مدينه اسمها مدينه مدى.
مدينه مدى دي قلت لك تبع شركه ميدار، ده فرنج غالبا 5000 فدان. المستقبل برضو عشان نبقى سريعا كمستوى متقسمه يعتبر دي فيزز. اوكي ده 5000 فدان، والرينج بتاعت اللي هي ميدار بتاعت شركه اللي هي شركه ميدار مدى دي برضو 5000 فدان. وفي النص مزار في رينج 1000 فدان، ده اسمه النهر الاخضر. اوكي النهر الاخضر زي العاصمه بالظبط كده، عاملين نفس الفكره. فهو ده اللي في النص. خلينا نتكلم هنا عن انا حاسس ان دي ميني العاصمه يعني. هي يعني بالظبط، بس هو بيج نيمز رايحه هناك قوي، فعشان كده زي ما بقول لك هي بتشد شويه عن العاصمه عشان عامله زي التجمع الخامس شويه. انا بالنسبه لي دي امتداد للتجمع الخامس فعلا. فبتتكلم هنا المشروع هنا جنبك هنا مفيدا جاردنز. اوكي جنبك مدينتي. انت دلوقتي ممكن نتكلم نقول انا طبعا عايز اروح التجمع، ممكن قد ايه؟ انت بتتكلم انه قريب جدا من طريق السويس. انا شايف السويس رود بالظبط، انت قريب جدا من طريق السويس. انت برضو قريب من طريق الدائري الاوسطي. الطريق الاوسطي ده اللي هيوصلك توصل برضو 40 دقيقه زي ما اتكلمنا قبل كده. 40 دقيقه تبقى في اكتوبر. عايز توصل هنا للاي او سي بالظبط بتتكلم في رينج 12 دقيقه تبقى في الاي او سي الجامعه الامريكيه. عايز توصل للجي او سي، لو عايز توصل للجامعه برضو بتتكلم في ثلث ساعه تبقى في الجامعه الالمانيه. نص ساعه تبقى في مطار القاهره. فانت هنا برضو في برايم لوكيشن، انت جنبك حاجات كتير. لان الناس تقعد تقول لك مستقبل بعيد او كده، لا مستقبل مش بعيد. لا هو طالما قصاد مدينتي فهي مش بعيده خلاص. مدينتي بقى لها 20 سنه تقريبا، والناس كلها بتروحها يعني. مدينتي فاتحه من 2009 و2008 ويمكن قبل كده كمان. ده حقيقه قرابه ال 20 سنه يعني. طيب الكومباوند ده مساحته قد ايه انت قلت لي؟ هو عباره عن 500 فدان. ماشي. بتتكلم ان هو متقسم جوه ان طبعا هيبقى فيه 85% فيلات و15% ابارتمنتس. هم بيحبوا دايما يعملوا كده. دي رفاهيه زياده ولا لا ولا بتستهدف عميل معين؟ هو بتستهدف طبعا عميل معين، بس انا احب اقول اكتر من كده ان هي سودك نفسها هي بريميوم ديفلوبر مش ماس ماركت. يعني ايه؟ يعني هي مش الديفلوبرز الديفلوبرز احنا جبنا منهم بريميوم اللي هو سودك. بالظبط. هي سودك عايز تحط نفسها وغير طبعا سودك في تاني طبعا في عمار وفي طلعت مصطفى في ناس طبعا بريميوم. بس هو سودك دايما بتحط فكره ان انا مش عايز اعمل كومباوند في ازدحام. انا مش عايز اعمل كومباوند ضايق الكلاينت اللي جاي لي. انا عايز الكلاينت جاي عايز المزاجنجي بالظبط. انا عايز يجي يبقى عايش في رفاهيه، يبقى معاه سباين جوه. لان هو مثلا المشروع ده فيه سباين قرابه الكيلو 300 بالظبط مثلا سباين للممشى وكده. ده مدي برضو رفاهيه للعميل اللي جوه. فهم دايما بيستهدفوا الكلاينت ده. كلاينت بريميوم، كلاينت عايز يجي يلاقي هدوء، يلاقي لو دينستي في العيشه، ما يلاقيش ان هو في زحمه جوه. ودايما الفيلات بتدي دايما اللو دينستي دي، وبتبقى فارقه برضو في الديزاين يعني. طيب ننزل تحت كده بالبي دي اف نشوف في ايه. اوكي زي ما قلت هنا برضو عشان شرحنا هي انت شرحتهم دول بالظبط. 5 دقايق للعاصمه برضو. هي 5 دقايق للعاصمه. انت قريب جدا من العاصمه، انت الاداريه انت قريب جدا منها، فكانك في العاصمه يعني. بالظبط. هو بس الفكره من المستقبل سيتي والعاصمه من وجهه نظري يعني ان الديفلوبرز الكبار راحوا في المستقبل عشان لقوا ان العاصمه ساندها الدوله. صح كده، الدوله سندها فمش محتاجه حد قوي يعني. صح. ولما هتعرف تجيبها تجيب في اي وقت يعني. انما صح. المستقبل بتاعتهم الارض ايوه صح. خش انا اعمل اللي انا عايزه. ميزه المستقبل هو انت ضامن ان الكوميونتي اللي جوه يعني ايه. يعني انت عارف ان كله كومباوندز جوه، فانت عارف ان الكوميونتي اللي جوه جايه كوميونتي عاليه. ولما في عمار وسودك نازله في حته، عارف ان ده ديستيشن جديد نازل. القواعد بتاعتهم بالظبط. هو نازل خلال ديستنيشن. وزي ما قلنا نص ساعه من المطار طبعا، وربع ساعه من سودك فيلات. او ايه المهم في سودك فيلات كمان ان هي قريبه من مشروع ليهم قديم ساكن وعايش، وفي نفس الوقت قريب من محور بن زايد. محور بن زايد ده اللي هو من اهم المحاور في التجمع الخامس وجولدن سكوير. فانت قريب من حته مهمه في التجمع يعني. اوكي. وطبعا البراند ستوري بتاعتهم اتكلمنا عليها، اللي هو ان سودك دايما بتعمل ميكس يوز دي يعني ما بين الناس اللي هو جايه ريزيدنشال في نفس الوقت جاي يقعد في فيلا براحتي، وفي نفس الوقت اللي جاي يقعد لا في شقه بس ببريميوم كواليتي في الديزاين يعني. اوكي. وفي نفس الوقت هي اللي بتخلق الصراحه الديستنيشن. دايما سودك معروفه هي وعمار زي ما قلت لك، هي بتخلق ديستنيشن. هي بتروح هناك ناس تيجي وراها زي بقى عمليه كبيره، فبتقدر تاخد بريميوم لوكيشن فبتجيب اللي وراها. طبعا زي النهارده برضو مهم ان هي راحت مثلا زي ما راحت 6 اكتوبر النهارده وصلت. بعد ما راحت 6 اكتوبر الناس كلها جت معاها في بيفرلي هيلز، عملت كومباوندز حواليها. النهارده راحت نيو زايد، راحت بفواي وكاراميل هناك، وراحت ذا ستيتس. كله راح نيو زايد دلوقتي، والنيو زايد برضو اتجاه فدوله ناحيه جوريان يعني طبعا. فكله رايح هناك جنبك مطار سفنكس. فانت برضو هناك في لوكيشن محترم كده طبعا.
فهنا بنتكلم طبعا على الووتر ويز والووتر فيتشرز اللي هتبقى موجوده، اللاندسكيبس اللي هي معموله اصلا الماستر بلان معموله بشركه EDSA. انا حاسس ان انا بقى عيب اتكلم بقى عن الووتر فيتشرز لان المفروض ده الطبيعي. لا طبعا هم ده الطبيعي في كل الكومباوندات، هو ده الطبيعي في كل الكومباوندات. بس انت عارف ان لما يبقى في سودك فانت عارف اللاندسكيب الموجوده بريميوم بالظبط يعني، بس هي كواليتي بالظبط، هي الكواليتي بتاعت البرودكت هم بيقدموه حتى في الصيانه بتاعتها. ده لا، هو من اعلى المينتيننس الموجوده اصلا في كل كومباوندز هي كومباوند سودك. دايما بتعرفها منين؟ بتعرفها من كاستمر ساتسفاكشن اللي هي موجوده قبل كده، اللي هو النسبه اللي احنا حسبناها اللي هو رضاء بالظبط، نسبه رضاء العميل انت بتعرفها من هناك. ليه؟ لان لما العميل يكون راضي يبقى هو راضي على المينتيننس، راضي على الكواليتي، راضي على اللاندسكيب اللي هو شايفها، راضي على البرودكت اللي هو شافه استلمه. ودي مهمه جدا. خلينا نقول دلوقتي في كومباوندز احنا ممكن تشوف حاجه ريندر بس ما تستلمش زيها، دي من اهم حاجات اللي بتميز سودك. طب ما معلش ما الغالي ثمنه فيه، ما هو برضو الكومباوند مش رخيص يعني. بالظبط ما هو بالظبط هنتكلم على الاسعار بس. طبعا هنتكلم على الاسعار يعني ممكن تعمل لي من يعني تجيب لي قطعه من السماء بس بثمنها بالظبط. ما هي دي المكالمه. هي خلينا نقول هو كواليتي يعني انت بتاخدها، بتدفع برودكت ده تاخد الكواليتي اللي انت اتقالك عليها، فدي بتبقى ميزه. هي اللي عايز يريح دماغه بقى، اللي عايز ما يغامرش، اللي عايز هو خلينا نقول هو كده برودكت بتاع سودك انت عارف ان هو غالي بس هو مش اوفر برايسد. خلينا نبقى في نقطه في الحته دي ان هي طبعا اسالك هو اوفر برايسد ولا لا؟ لا هو غالي 75% فيلات. لا طبعا مش اوفر هو مش اوفر برايسد، وهنشوف وليه. لان انت طالما انت ضامن الROI وعارف الROI بتاع الشركه دي عامل ازاي وقدامك، يعني انت كمان مش بتشوف، انت عارف الROI ده بتاع الفيلات هيبقى عامل يعني. اصل الROI بتاع الفيلات اخرك في البيع والشراء مش في الايجارات. كده هو الROI في الفيلات بيع وشراء، وانت النهارده تتمن كام. بالظبط. بس انت النهارده انت عارف ان انت لما تسكن النهارده انت خلينا نقول في ناس بتسكن النهارده فيلا عارفه ان هي بعد سنتين هتبقى في نفس الرينج. انما النهارده لما اجي اقول لك حافظ على فلوسه يعني. بالظبط. انت لا وبتحافظ على فلوسك، انت يمكن كانك بتستثمرها مثلا في في حاجه قريبه من الذهب يعني. ليه؟ لان انت من النهارده تبقى انت ساكن في فيلا مثلا كنت جايبها زمان في بيفرلي هيلز مثلا ب 400,000، النهارده تبقى ب 40 مليون كاش و50 مليون كاش، وفي حاجات ب 70 وتوصل 100 و150 مليون كاش. خلي بالك بقى العميل ده، في عميل بيشتري الكلام ده بالظبط. ده في حاجات بتتباع هناك بالدولارات اصلا، يعني بتتباع بالدولار، في ناس تاخد بالدولار زي الطميه دي، وفي حتت كده بتاخد بالدولار يعني. الفكره في سرعه معدل الدوران بتاعه راس المال. لو فكر حد يمشي يعني من المكان اللي هو ساكن فيه او يبيع، اعتقد صعب تتأجر فيلا بريميوم زي دي يعني. لا هو يعني حاسس ان هي تتأجر مسلسلات بقى وافلام وحاجات شبه كده. لا هي طبعا يعني هي يعني. طبعا كيكه ايجارات الفيلل عكس طبعا الشقق. ليها كلاينت تاني خالص يعني. ودايما بعتبر ان انت، ودايما لما حد يجي يسالني يعني احنا باشمهندس ولا حاجه انا عايز استثمر او كده، ويجي يقول لي طب بفكر اشتري تاون، اقول له لا طبعا تشتريش فيلا تستثمر فيها. طبعا. ليه؟ لان انت عايز تستثمر ايه؟ عايز تسكن. بالظبط. انت عايز تسكن وتستثمر. ماشي تحافظ على فلوسك يعني، تسكن وتستثمر. لو اسكن واحافظ على الفلوس خد فيلا. انما لا، انت عايز تستثمر فقط من غير ما تسكن او هتسكن حاجه بسيطه، لا خد لك شقه في حته بنفس الحته او استوديو، خد لك شقه في سودك استثمر فيها، ما تاخدش فيلا في سودك استثمر فيها. ليه؟ لان انت هنا الكلاينت اللي هياخد الفيلا هو عارف هو بياخد ايه، لان انت الريسيل بتاع الفيلا دايما معروف ان هو اصعب من شقق، ودي حاجه ما بنضحكش بقى. بتكلم في كده طبعا. انت في عميل هيشتري مطرح ما انا اشتريت بالظبط، وفي بالظبط العميل بتاع بالذات الفيلا، مع ان الفيلا على بالظبط، والفيلا على سودك انا عارف هي دايما عليها ديماند، فدي فكره الناس ساعات بتشتري الفيلا وبتستثمر في سودك. بس ليه؟ لان دلوقتي هنشوف الريسيل بتاع بيفرلي هيلز عالي جدا رغم ان هي في فيلا كتير، بس الريسيل بتاع عالي جدا. الريسيل بتاع سودك فيلات عالي جدا. الريسيل انا ده على يدي. الريسيل بتاع بيفرلي انا ليا اصدقائي اصلا شارين هناك فيلل وعارف ان الريسيل بتاعها شغال يعني. بالزبط. بس خلي بالك بيفرلي هيلز اللي بتتكلم عليها اللي في اكتوبر قديمه طبعا. فده برضو قديمه، ده الطبيعي بتاعها ان هي تبقى الريسيل بتاعها شغال. ما هو ده، ما هو في، لان مفيش منافسه مع الشركه، ما خلصنا فاهم. ما كده بس انا بتكلم ان النهارده الريسيل لما يبقى عالي للدرجه بتاعه انه يوصل ل 300 و400%، فلا مش طبيعي يعني. تعالى النهارده لو حسبناها زي ما قلت لك، لو وصلت 300 و400% ويبقى في ديماند عالي على كومباوند قديم هو ده مش حتى ستايله قديم يعني. بالظبط. ورغم كده هو شغال. كمان الستايل ده بنتكلم بيفرلي هيلز من اول الالفينات، فلما تتكلم ان في كومباوند بقاله اكتر من 20 سنه عليه ديماند عالي جدا. من ايام دريم لاند. بالظبط. ايوه من ايام في الاول دريم لاند فعلا. فعليه اقبال عالي جدا، فتعرف ان دي شركه هي عارفه بتسلم ايه. والنهارده برضو سودك فيلات من اول ما اختاروا محور بن زايد والناس برضو جت جنبها، فانت تتكلم سودك فيلات النهارده اللي اشترى الشقه الغرفتين بالظبط من 2018 اشترى ولا 2019 اشترى شقه الغرفتين مثلا في رينج بنتكلم في 3 مليون و2 مليون وي
النهارده بتتكلم ان الغرفتين هناك اللي خليني طبعا اللي هي بتشتري دلوقتي من برايمري، يعني برايمري من الشركه ب 35 مليون جنيه الاوضتين. فانت انا فاهم فانت بتتكلم ROI هنا بتفرق كتير قوي يعني. طيب نخش على يعني الزبد. طبعا انا عايز لي اوت ماستر بلان. اوكي انا هوريك دلوقتي ده. انا مش عايز الخبط لك الترتيب يعني، بس لا انا متسرع شويه. لا طبعا نتكلم عن الماستر بلان اهو. دي الماستر بلان هي بنتكلم ان هي هنا بيعتبروا الكومباوند ده الويلنس، يعني ده هيبقى كومباوند اللي فيه ويلنس بوليفارد، وهيبقى فيه كومباوند معتمد على ان هي الحياه تبقى كده، خلينا نقول الحاجه مور لايف، يعني اللي تبقى انت شايف الحاجه، شايف انت لا انت هتبقى حابب العيشه شويه من الاخر. انت بتتكلم انه حببك في العيشه. بالظبط، حببك في العيشه بالظبط. تبقى انت عايز تقعد في حته انت مبسوط فيها مرتاح جدا، فحتى هيزودوا جاردن تريلز يعني. صدق عايزه تقعد الرجاله في بيوتها. دي الماستر بلان اهي، دي كل حاجه عن الماستر بلان من حيث الكلاب طبعا. وبتتكلم لنا اكتر بقى. هي هنا بتتكلم ان هي متقسمه. هنا صدق بتحب تهتم بالتفاصيل قوي يعني. هنا دي طبعا المشروع عباره عن 3 بوابات. اوكي متقسمه اهي زي ما احنا شايفين، بوابتين هنا اهو وبوابه هنا. اوكي ده ناحيه محور الامل اللي اتكلمنا عليه سابقا. ماشي. بتتكلم ان هي في طبعا هيبقى في بوابه رابعه بس هتبقى للكوميرشال، عشان الكوميرشال طبعا ما يخشش على جوه يعني. طبعا. معلش الكوميرشال ده يعني ممكن اللي بره يستعمله عادي. هيبقى في كوميرشال طبعا اغلب دبل جيتد يعني. بالظبط. اللي جوه يستخدم واللي بره يستخدم. بالظبط. اللي جوه هتعرف تستخدمه، في نفس الوقت جوه دايما بيبقى الميزه اللي جوه بيعملوا لهم كلاب هاوس اللي هو بيبقى في حاجات من الكوميرشال بس مش كلها. معلش اسالك سؤال تقني فني سريع. قول. الدبل جيتد بتاعت السوبر ماركت والهايبر والتجاري والكوفي ومش عارف ايه، مش دي عدم امان شويه؟ يعني ممكن عميل يخش لي من الشارع ما هعدي على الكومباوند جوه. لا طبعا هو بيبقى عشان كده بقول لك هي هنا متقسمه، هي 3 جيتس لل يعني دي جيت جوه الجيت بالظبط. هي 3 جيتس اصلا عادي للريزيدنشال وفي جيت واحده داخله للكوميرشال دايركت تخش وبتخرج. فانت كده هنا مش اصلا يعني انت ما بتعديش ما بتخشش للسكن. لو دخلت للسكن لو في اصلا جوه طريق للسكن هيبقى جيتد، هيبقى اللي هو لا انت فاهمني. فده بيدي طبعا برايفسي عاليه قوي طبعا، وبيدي طبعا برضو امان عالي يعني. هنا بنتكلم هنا البوابه اللي قلت لك عليها اللي هي نون ريزيدنشال هنا اهي، دي اللي بتخش تلاقي الكوميرشال اريا. اوكي دي على المحور اهي دايركت. وبتتكلم طبعا كل هنا ده الريزيدنشال الموجود بقى اللي هو السنجل فاميلي والمالتيبل فاميلي والكلاب والبوليفارد اللي هيتعمل موجود جوه. فالماستر بلان صراحه برضو من حاجات اللي هي تحفه اللي هم عملوه. هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم طبعا وهي دي ميزه بقى ان هم بيحاولوا دايما يحافظوا على الفوت برينت اللي هو نسبه المباني نسبه طبعا الارض. فالفوت برينت هنا 13% بس، ف13% ده نسبه قليله جدا اصلا. انت قربت من النسبه اللي ينفع تعمل فيها جولف، لان في حته تعمل فيها جولف اصلا. اوكي. ان انت عشان تعمل جولف لازم يصرح ليك بنسبه معينه فرنج من 8 ل 9%، يعني 7 ل 9% تبني بس على الارض عشان تبقى فيه مساحه للجولف يعني. فانت بتتكلم وفي حاجه بتوصل غالبا ل 11 يعني. بس انت هنا بتتكلم ان مساحه ان الفوت برنت بتاعك يكون 13%. فهم زي ما انت كلاينت صدق هو عارف هو بيروح مش هيبقى ليه في لو دينستي اللي مش هيبقى فيه ازدحام خالص تضامن حتى باي طريقه. في هنا زي ما قلت في كيلو 300 اللي هو بوليفارد اللي هو الطريق اللي هي الناس بتمشي فيه السباين وكده، وهيبقى عرضه فرنج من 70 ل 80 متر، فده عرض كبير قوي تحس. بالظبط. في اكتر من 20 فدان بقى زي ما اتكلمنا كده للفاسيلتيز اللي هي الاستخدامات يعني اليوميه للكومباوند يعني. اوكي. وبتتكلم ان دلوقتي بتتكلم في 500 فدان. احنا بنتكلم في 500 فدان، بتتكلم بس ان في 4500 وحده او 4500 يونت يعني، اللي هو 85% منها فيلل اصلا كمان يعني. انت بتتكلم ان الدنيا مش هتبقى قليله، انت ممكن الناس هنا جوه هتبقى قليله قوي اللي تشوف بعض يعني، ما يعرفوش بعض جوه بالظبط. انت بتتكلم 4500 يونت ده قليل قوي بالنسبه اللي انت بتتكلم اصلا. احنا لو اتكلمنا في 10 12 فدان ممكن تبقى لو بنيت على اغلبه هتبقى ممكن توصل الرقم ده يعني. فبتتكلم هو 4500 يونت. دلوقتي الفيز اللي هم بيسلموها او الفيز اللي هي طرحه يعني هي 1400 ثانيه. دلوقتي الفيز اصلا اللي طرحه 1450 يونت بس، يعني بتتكلم في التلت يعني. ده في وقت الحلقه. دلوقتي ده اللي طرح دلوقتي. ده رقم كبير على فكره. ده رقم كبير. ده هو التلت. هم عارفين هم بيبنوا بسرعه، هم عارفين هو كده هو بس ده وقت اللونش، فالناس كلها بتستغل الوقت ده عشان ده احسن وقت الاستثمار في اي حاجه. انا اسمع ان اللونش كده عامه بيبقى فيه اسعار مخفضه.
كده هو مش عايز اتكلم عن الاسعار لما اروح لها. لا كده مش هتكلم خالص على الاسعار لغايه ما نروح لها يعني. بس احنا بنتكلم طبعا احسن وقت الاستثمار. حتى لما كان بقول لك حد بيسالني استثمر في شقه ولا فيلا، اقول له طبعا استثمر في شقه. طبعا. وفي نفس الوقت لو هتستثمر حتى في شقه وفيلا وعايز تبيع، استثمر فلوسك بقى بالظبط في الفيرست لونش دايما. طب ستارت من كام؟ ايه ستارت من خلينا مفاجاه بقى في الاخر حلقه. طب نروح للسلايد اللي بعدها. بس وبرضه 20,000 متر مكعب ووتر فيتشرز، ده كتير قوي. ده احنا اتكلمنا عليه طبعا على الكواليتي بتاعتها يعني. اوكي ماشي. ده شكل بقى الفيتشرز بقى بالظبط. طبعا تحفه هي ده. وده بقول لك الميزه في كلاين سودك ان هو انت بتبقى عارف بنسبه كبيره ان هو اللي انت هتشوفه هتستلمه. ودايما اي حد كان بيبقى عنده اي قلق من التشطيب من لاندسكيب كده، كنت اقول له عندك وقت فاضي نص ساعه يقول لي اقول له تعالى ننزل سودك فيلات اوريك تشطيب جوه. اقول له انت في اكتوبر، يقول له اقول له تعالى ننزل اوريك بس بيفرلي هيلز، اوريك المينتيننس عامله ازاي الاول. انت مش هتلاقي الصيانه عامله ازاي، فانت عارف ان فلوسك اللي بتحطها في الصيانه. في ناس بتحط فلوسك في الصيانه تحس انت ثابت عليك، لا الناس ما حدش بيستخدم اي حاجه. كان في كده مثل بلدي زمان يقول لك لو عايز تعرف الشقه دي اصحابها يعني ناس كويسين ولا لا، من المطبخ والحمام. صح جدا. انت عندك الكومباوند تخش تعرفه من الفيتشرز اللي حواليه. صح. والله الصيانه فيه مش حلوه، بتبان في الميه، حشرات مرميه جوه الميه راكده، الدنيا مش افضل حاجه، شكل الناس اللي بينظفوا، الصوت العالي، المستوى، الكلام ده كله بيبان. صح. فانا شايف ان المطبخ والحمام بتاع الكومباوند هو الفيتشرز، الووتر فيتشرز عامه اللي موجوده لا حلوه جدا. او الخدمات يعني. بالظبط. وبتتكلم ان دايما الناس بتنبسط من الووتر فيتشرز، بس من المينتيننس، بس من الكوميونتي بتاع سودك بيحافظوا عليه حلو قوي، بيعرفوا يحافظوا عليه كويس. وفي نفس الوقت بيعرفوا يحافظوا على المينتيننس ازاي فعلا تطلع كويس. وده اللي بيبان في المشاريع القديمه. اوري له مشروع قديم جدا واوري له مشروع دلوقتي فيه حتى استلامات، اوري له بص المينتيننس عامله ازاي والمشروع لسه اندر كونستراكشن. طب وريني كده اللي بعده. فدي حلوه طبعا. دي يونت تايبس، دي التايبس اللي نازله يعني في دي الافيلبل يعني. بالظبط. دي الانفنتوري اللي موجوده، دي الانفنتوري الموجوده اللي بس دي لسه مش اوبن انفنتوري عشان احنا في اللونش. فدي بنقول اليونتس يعني هتبقى بتحجز وهنشوف بقى اللي فاضي فيها ايه بالظبط. انت بتحجز طبعا الفريش لونش عشان لو محدش عارف. هو الفريش لونش هو انت هنا بتسيب اي ده شيء جديد حجز عشان انت بتحجز طبعا للشقق. هم منزلين للشقق 250,000 وللفيلا 500,000. امتى اللونش؟ اللونش لسه هيتحدد ميعاده، بس هو غالبا هيبقى يعني خلينا نقول مثلا في اواخر 12 2025. احنا لسه في 2025 طبعا. كام الاسعار انت قلت؟ خلينا بقى ما نخش. انت قلت خلاص. ده الاي واي يعني عشان نحجز يعني. الاي واي بكام؟ الاي للشقق وكده بتتكلم في جديد الحجز 250,000 وللفيلا 500,000. ده لغايه دلوقتي المعلومات اللي نازله لنا يعني. ماشي تمام. اوكي. ودي طبعا تايبس الشقق والفيلا اللي بتبقى عامله ازاي على الماستر بلان. ماشي. اوكي. وانا طبعا شارحه يعني السعر في الانبوكس بالظبط. ودي طبعا برضو عشان الاتجاهات وكده اللي هي ايه النورث وايه الساوث. اوكي. هم بيهتموا بكل تفاصيل وايه السيركيليشن، ايه الطرق اللي هتبقى معديه هنا. هو وصف كل يعني حاجه. لا طبعا يعني. هم بيحللوا كل حاجه 100% يعني الصراحه. هم برج الحوت ولا ايه؟ بس ودي طبعا بيبقى كمان الويتس ساعات بتبقى مثلا ما بين شارع وشارع، ما بين بارسل وبارسل وكده جوه الكومباوند. اوكي. ده التايبس بقى. نخش في التايبس هو الاسعار عشان هو ليه شكل التايبس كده. بص التايبس ايه من اول بتبقى عامله ازاي. ده الديزاين باترن هم عايزين. الديزاين ده اسكندنافي صح كده. انا شاطر قوي عليك. صح. ده فعلا ستايل اسكندنافي. ده ميزه بيعمل ايه، انت دايما هتلاقيك اول ما تبص عليه بيبقى فيه دايما كده بتبقى تحس اضاءه خافته شويه، اللي هو بيديك شغل رومانتيك يعني. بالظبط. هو بيديك هدوء شويه وبيديك في نفس الوقت راحه، وبتحس ان وبيديك كمان خلينا نقول حاجه سستينابيلتي. لا بتديك استدامه يعني. تحس ان هو الصيانه بتاعته قليله. بالظبط. الصيانه بتاعته قليله وبيديك كمان ان هو بيبقى اطول معاك. مرتاح بقى. انا فاهم. بالظبط. قاعد بقى. بالظبط. انت جاي تقعد وبيحس ان هو ما يبقاش فيه اي مشكله وكده. فهو اصلا ليه فتره معيشه اطول يعني من العادي، وفي نفس الوقت زي ما انت بيديك اضاءه خفيفه كده وتحس ان انت موضوع فيه هدوء وفي برضه شياكه. يعني جالي شعورين مختلفين. جالي شعور بالهدوء طبعا. عشان كده قلت لك انرجي. انا جالي انرجي عشان اشتري بس. جالي انرجي اشتري. هو طبعا لا هو فعلا انت اصلا بتخش حاجه استلام فوري او سودك، او بتبص على حاجه اصلا من زي ما احنا باصين كده الريندرز بتاعت سودك، انت تحس انت عايز تشتري اصلا. تحس ان هو لا هو بيقدم كواليتي اوفر ماني يعني. هو بيقدم الكواليتي عن كمان الماني. انت عارف انت هتحط فلوسك هوديك كواليتي اعلى كمان. فانت بتبقى دي ميزه يعني. وريني. ودي طبعا ده ديزاين ايه بقى؟ شقه من جوه يعني. دي حاجات مثلا لاندور ليفنج والاوت دور. دي ديزاين مثلا جميل قوي. ودي ديزاين مثلا للكرر بتاع بلاتي
ده حجر حقيقي فعلا ولا حجر صوره يعني؟ لا هو في دلوقتي اصلا الناس في حاجات حديثه دلوقتي بالظبط، في ناس بتستخدم احجار للبني وكده، وبتبقى بتفرق كمان في ان هي بتعلي اصلا من عايز اقول لك ده بيعلي اصلا المفروض من سعر كمان الشقه، ان انت بتبقى انت باني بنا برنج مختلف يعني. اوكي، ودي طبعا بتبقى زي الجاردن موجوده عندك، ممكن تعملها ازاي بس. وفي حاجات توصل لدبل هايت، ودي بتبقى بتكلف جدا اصلا في البني، بس بتدي لاكجري قوي قوي. يعني ايه دبل هايت؟ يعني انت بتتكلم مثلا السقف الطبيعي في رينج 3 متر، اوكي، فساعات في حاجات بتبقى دبل هايت يعني بتوصل ل6 و7 متر. ده زي زمان. ايوه، لو البنوت اللي احنا بنحبها زمان دي. ستايل جامد قوي ده، ستايل ملوكي بالظبط. ده لاكجري قوي، حياه لاكجري قوي الدبل هايت دي. وبتديك ساعات خلينهم من اول رينج ل 4.5 متر، يعني اللي هو من 4.5 اللي هو لغايه 7 او 6 7 القصور والشقق القديمه قوي اللي كانت زمان في وسط البلد. بالظبط، فهي حلوه جدا. في حاجات هتبقى دبل هايت، في حاجات طبعا هتبقى دبل هايت، في حاجات لا، فكل ده بنتفق عليها بنقعد نتكلم فيه. معلش هو يعني انا بتفق على الكلام ده. لا هو طبعا انت بتبقى قاعد، تبقى انت عارف الحاجه بتاعتك هتسلم عادي وهتسلم دبل هايت، انت كل حاجه في الشقه تبقى انت عارف. لا يعني انا ممكن اعدل وانا اثناء الشغل؟ لا هي مفيش تعديل، لان هم بيسلموا الحاجه بكواليتي واحده يعني. اوكي. طب انا لو عايز افتح حمام في الحمام اعمل حاجه، الكلام ده كله بتفق معاهم؟ الكلام ده كله بتفق معاهم. لما احنا اهم حاجه ايه، اهم حاجه في حاجات ما تتلمس جوه زي الخرسانه او حاجات زي كده، ما تتلمس جوه الحاجات الرئيسيه، انما بتبقى في حاجات تانية بتعرف ذوق العميل برضو يفرق، هو حسب احتياجاته يعني. بالظبط، فهي في حاجات يعني في جوه في جوه طبعا هتعرف تعدل فيه، بس الكلام ده طبعا احنا خلينا نقول باي ميتنج بنتكلم فيه اكتر، عشان نبقى في ديتيلز اكتر ما اقول الكلام ده كله. طب انا عايز اشوف تعالى بقى نبتدي بالايه بالابارتمنتس الشقق. ايه الحاجات القمر دي بس طبعا بص اصلا الابارتمنت هتبقى عامله ازاي، وهتبقى G+4. اوكي. يعني ايه G+4؟ يعني ارضي واربع ادوار بالظبط. فانت بتتكلم ان جراوند واربع ادوار بالظبط، اهي جراوند واربع ادوار. بتتكلم مدخل هو يبقى عامل مثلا زي كده، ماشي. انت بتتكلم الابارتمنت تقسم دلوقتي 3 طبعا، 1 بيدروم و2 بيدروم و3 بيدروم. الغرفه الواحده من اول 80 متر بتتكلم في رينج، عشان نتكلم نبتدي في الاسعار اهو، بتتكلم في رينج من اول 8.5 ل 9 مليون جنيه الغرفه الواحده. الغرفه حمام مطبخ بالظبط. دي 80 متر. اوكي، برضه هوريك تقسيمتها. عايز اقسمها انا بقى الاوضتين جوه ينفع؟ دي بتبقى زي ما انت دي اللي بنتكلم عليها. دي بنتكلم عليها. اوكي، يعني انا ممكن اخلي 80 متر اوضتين بمزاجي، نعرف لو في مساحه نعرف نتكلم فيها، نعرف نعمل لك حاجه زي كده. بس لان احنا زي ما قلت لك احنا لسه في فيرست لونش، فلسه الحاجه ما ظهرتش قوي. اما بنخش شويه بنعرف نتكلم برضه. دي الاوضه ال 80 متر اتكلمنا عليها، بتبقى فيها هي ماستر بيدروم اهي. اوكي، ومعاك هي دايننج ومعاك ريسبشن. اوكي، وفي طبعا في جزء تيراس. معلش ما تشرح لي، دخلني من الباب كده. يعني انت دلوقتي اهو دخلت، اوكي، بيبقى في دايننج اهو على شمالك، دي اوضه اللي هي مثلا سفره وكده يعني. وبتتكلم قدامك بقى الريسبشن لو في مثلا تلفزيون او كده، وفي تيراس ليك كمان اهو، ريسبشن وفي السفره. تمام. بعد كده تخش على الغرفه على شمالي بالظبط، تخش على الغرفه اوضه التوزيع دي بالظبط. دي زي اللوبي يعني، غرفه التوزيع بالظبط. معاك الحمام بتاعك طبعا، ماشي. اوكي، وانت بتتكلم ان معاك غرفه واحده، ماشي. حلو. دي 80 متر دي بكام؟ دي 80 متر دي اللي بكام في رينج من 8.5 ل 9 مليون جنيه. دي هتبقى متشطبه. ايه بقى ودنيتها؟ هنقول دلوقتي. هي متشطبه كامل بالتكييفات، ماشي. بتتكلم القسط بتاعها دلوقتي في نازلين ببيمنت بلان 5% على 8 سنين. في بيمنت تانية غالبا هتظهر، يعني دي هنبقى من اول الناس اول نقولها، غالبا هتبقى في غالبا 5 و3 شهور على 9 سنين، بس دي لسه هنتاكد منها يعني. بس البيمنت الاساسيه 5 على 8 سنين. اوكي. بس وبعد كده دلوقتي اخش في الاوضتين بتبتدي من اول 125 متر. دي النازله في رينج 13.5 مليون جنيه. دي اسعار اللونش طبعا، فيرست لونش بتكلم عليه، ممكن تغلى بعد شويه بعد ما اللونش يعني يبتدي. دي الاوضتين اهو زي احنا شايفين. بتتكلم في اوضه ماستر اهي، ماشي. وبتتكلم في البيدروم الثانيه اهي، وده الدايننج ساعه ما تخش اهو، ده الدايننج. اوكي، بس وزي ما شايفين هنا هم في 2 تايبس للغرفتين يعني. بس بتقسمها طبعا تقسيمتين، عشان كل كلاينت بيبقى في تقسيمه في مخه، وفي واحد عايز ماستر بيدروم وواحد لا او كده. بس فدي الغرفتين 125 متر. اوكي، بتتكلم في رينج 13.5 مليون قسط على 8 سنين و9 سنين و5% او 5 و5 بالظبط. خلينا نبتدي ب5% يعني، ده اللي نبتدي فيه الاول. اوكي. بس الثلاث غرف، ودي طبعا محبوبه ناس كتير قوي عند اسره بقى بالظبط، عند ناس كتير، وبالذات بتوع سودك، لان هي بيبقى فيه الليفنج حلو قوي، واخد مساحه كبيره، وساعات بيبقى فيه تراس كبير. فالثلاث غرف بتبقى حلوه، ودايما مساحتها بتبقى فرنج فعلا 170، فيها بتوصل ل 200 و226، ففي كتير يعني. اوكي. فهي بتبتدي من 175 متر، بتتكلم ان هي بادئه فرنج 16.5 مليون. اوكي. بس فطبعا هي حلوه جدا
وزي ما بنتكلم 3 غرف دي دايما بيعملوها حلو يعني. استلام امتى؟ دي استلام طبعا الكومباوند كله استلام 4 سنين، بس دي الفيز اللي احنا بنتكلم عليها. اوكي، يعني فيز ال 1000 5% وادفع كل سنه أو ولا كل شهر ولا كل 3 شهور؟ بتدفع طبعا، هي بتبقى ربع سنوي وممكن تدفع كل شهر زي ما انت حابب. ممكن 6 شهور، ودي بنظبطها الاول، دي بنسكت يعني بس هي كده اقل حاجه يا شهري يا ربع سنوي، دي دي سهله. واستلم بعد 4 سنين على السكن، اجيب الفرش وخلصنا على بالظبط وخلاص. هي فرش وخلاص، ان هي متشطبه كامل. انا بحس الموضوع كله عامل زي العربيات والتليفونات بالظبط. ميزه هنا مش موجوده هنا، علامه هنا مش موجوده هنا، لوجو هنا مش موجود هنا، كاميرا احلى من كاميرا صح. ودي كمان متشطبه التكييفات، بتتكلم ان هو مستخدم HDF بريميوم كواليتي يعني HDF، وده احسن من باركيه زي ما احنا عارفين يعني. ليه احسن من باركيه ليه؟ لا هو الفتره اللي انت الفتره الاخيره شفت بريميوم HDF عندنا السقف خلاص بنستخدم باركيه بقى. هو انت بتتكلم ان هو فعلا صيانته اقل من الباركيه، والباركيه مع الرطوبه والسخونه في القاهره اصلا اغلب الوقت بيطقطق بالظبط. ف HDF بريميوم احلى كمان. طبعا عندي سؤال، ليه انتوا مش مستخدمين يعني ليه نون انفرتر تكييفات؟ هو الشركه منزله يعني الانفرتر ده موفر، يعني هو موفر، بس هو بتتكلم ان دلوقتي يعني كدراسات شويه ان النون انفرتر بيبقى احسن في الاريا بتاعتنا. ليه؟ لان بيقول لك عشان في مثلا ساعات بيبقى في اتربه في كذا، فلا الانفرتر احسن. حاجات هندسيه من الشركه نفسها اللي منزله النوع ده، يعني النون انفرتر لا يا جماعه نستخدمه هيبقى احسن من الانفرتر، عشان هو مش حاجات توفير او كده، هو فكره ان احنا شايفين انه ده هينفع للبرودكت اللي احنا بنقدمه اكتر. حسب الخامات اللي هم مستخدمينها والمنطقه ومش عارف ايه بالظبط. شايفين مستقبل سيتي هتبقى فيها مثلا، لو فيها تبقى نسبه رمل اكتر عشان عاصمه وكده، لا انا هنستخدم مثلا النون انفرتر. فدي بتبقى اتجاه شركه يعني. بالظبط اتجاه الشركه، بس انا فنيا يعني لا تعليق عليها. اوكي لا ولا يهمك. بس فدلوقتي دي الشقق اللي احنا اتكلمنا فيها. هنتكلم بقى على الفيلل طبعا. بنتكلم دلوقتي في ده الانتريور برضو داخليا بقى. بالظبط. بص دي الكواليتي بتاعت او الاتش دي اللي اتكلمنا عليها دي. لو الفرش طبعا هتبقى شكلها عامله ازاي، بيقول لك يعني بيغششك يعني. بالظبط، ان هي وانت عارف ان انت هتستلم حاجه شبه كده. ودي ميزه صدق اللي قلتها من الاول. انت عارف وانت بتستلم انت الريندر اللي انت شايفه بنسبه 80-90% هيتستلم حاجه شبهه 3D يعني. بالظبط. ودي بتبقى حاجه حلوه قوي، ان انت فعلا في ناس كتير بتعمل ريندرز عشان تسلم اي كواليتي وخلاص. لا هو عامل ريندر، هو عارف هو بيعمل ايه، عشان كده بياخد وقت فيه. وعشان كده لونش صدق مش كل يوم لونش صدق بتعمل لونش يعني. هي لما بتعمل لونش على حاجه جامده جدا، والناس فعلا اللي بيلحق اللونش في صدق بقول له هو يعني في لونشات اقول تمام عادي استنى الاوبن انفنتوري تعالى نشتري اوبن انفنتوري لما يبقى فيه كل حاجه بدل التسكين. لا في صدق بقول لا الحق اللونش، عشان السعر بتاع اللونش انت هيفرق معاك جدا السعر العادي. والفلوس اللي انت اصلا قبل ما الحاجه تتبني يعني انت لسه كمان خلينا نقول 3 شهور لما فيز الاول تفتح. ممكن تفتح قبل كده طبعا، بس نتكلم ان انت لو اشتريت النهارده لا طبعا قبل فيز 1 انت هتشوف فرق السعر، وهتبقى انت كسبت قبل اصلا ما حاجه لسه اندر كونستراكشن لسه ما اتبنتش اصلا كمان. فانت بتكسب قبل ما. فالفيرست لونش ده بيفرق كتير قوي من هنا. والساحل طبعا الناس كلها عارفه يعني. قبل ما اخش على الديزاين الداخلي عايز اقول لكل مشاهدينا لو انت بتتفرج علينا هنسيب لك ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو عشان تقدر تتواصل مع مستر يحيى علي مباشره فور فري لو انت عايز تساله عن الانفنتوري او اللونش او الوحدات المتاحه او اي اسئله فنيه تخص الكومباوند او المدينه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. وبقول لكم تاني ان هي فور فري. ورجعنا لكم تاني بودكاست عقاري مع باشمهندس يحيى علي. هنتكلم عن صدق ولسه مكملين حديثنا عن صدق، وكنا بنتكلم عن التصميم الداخلي. انا طبعا زي ما اتكلمنا التصميم الداخلي ده من اعظم الحاجات اللي صدق بتقدمها يعني. والبريميوم كواليتي اللي هي بتقدمها. وميزه زي ما قلنا ان الريندرز اللي بتقدمها هي اللي انت بتستلمها، ودي حاجه حلوه جدا في صدق. ودي برضو صور بساطه في يعني بساطه شبه مش عارف اوصفه، بس هو فعلا اسكندنافي اكتر. صح. والتصميم بسيط وهادي كده وهادي وسيمبليزم شويه يعني. بالظبط يعني. صح كده والله. بس ودي طبعا عشان زي غرفه النوم الحمام ماستر طبعا جزء من الليفينج وكده. طبعا دي الفينيشنج سبيسيفيكيشنز بتاعت كل حاجه من اول الانترنس
لحد الهيترز والاير كونديشننج 2-3 منهم بس. يعني خلينا نقول مثلا البيدرومز عشان دي حاجه مهمه طبعا للناس. البيدرومز الفلورز HTF، الوولز والسيلينج بينت اللي هو يعني خلاص مدهونه كل حاجه جاهزه فيها. نفس الكلام الليفنج ارياز، النانيز روم حتى بيقول لك هي هتبقى ودرايفرز روم، لو في طبعا في حاجات طبعا بتبقى فيها ناني ودرايفرز روم، عشان طبعا ده بيفرق مع ناس كتير قوي في السوق. هيعمل ايه في المستقبل يعني؟ هيعمل ايه في الوحده بتاعتك بالظبط. والفلورز بتبقى عامله زي هاي كواليتي سيراميك. الوولز طبعا بينت والسيلينج بينت. نفس الكلام الروف تيراس بيقول لك مثلا الروف هيبقى برضو من هاي كواليتي بروسلين. نفس الكلام اكستيريور بينت. فهم بيشرحوا كل حاجه وزي ما انت هو اللي بيقولوا لك انت تخش تلاقيه. فدي ميزه في سودك. هو مش حتى في ناس تقول لك ايه انا مش هطلع الفينيشنج سبيسيفيكيشنز مثلا، مش هطلع حاجه غير انا خايف اعمل كده بالظبط في الاخر يعني وبتاع. لما نشوف هنتعاقد مع مين هم قبل ما يطرحوا حاجه هم عارفين هم يعملوا ايه. طب يعني اسال سؤال برضو تاني طبعا قول. هل اللونش ده ممكن حد يلحق ياخد فيه اصلا ولا متنقي؟ لا هو فعلا في ناس في ميزه في اللونش ده انه زي ما قلت لك هو في 1450 يونت. اوكي اللونش طبعا كده هيبقى فيه اوبن انفنتوري بعدها، بس مش عارفين لسه هيبقى فيه فيز بعدها طرح اول وطرح تاني ولا فيه اوبن انفنتوري. كل الكلام ده لسه ما ليك ابر هاند هناك في اي حاجه. هو بس حد يتواصل معايا وانا هظبط له الدنيا والله ان شاء الله. وكده اللونش لا هيلحق، هو اللي هيلحق بس اللي هيجي الفتره دي. انا مش ضامن تيجي بعد اسبوع تيجي تقول لي اللونش خلص او كده. مع صديق بالذات في حاجات تانية اقول لك لا اللونش قاعد، في اللونشات بتقعد باكتر من شهر ونص. صديق انا مش ضامن بالذات الموضوع لسه بقاله كمان اسبوعين كده ولا اسبوع. خلص الفول انا مش مسؤول. بالظبط بالظبط كده. فطبعا دي الفيز اللي هتطرح للبيع دلوقتي. انت قلت لي 1000 وكم؟ 1450 يونت يعني التلت بالظبط. هو فاضل كده الباقي اللي هو التلتين يعني. اوكي بس فدلوقتي هي برضو دي بيشرح كلاسترز عامله ازاي في المشروع يعني. بالظبط الفيلل والشقق. اوكي طبعا دي البيمنت النازله الاي ايز. طبعا البيمنت اب تو طبعا 9 ييرز واحنا شرحناها، والاي اي للمالتي فاميلي اللي هي الشقق والفيلل اللي 500,000. اوكي مخصومه طبعا من ثمن بالظبط كده. دلوقتي زي ما قلنا هنتكلم عن الفيلل يعني. طبعا اول حاجه هي التاون هاوس بنسميه هناك طبعا هي التاون فيلا يعني. 180 متر 3 غرف. اوكي طبعا ارضي واول وروف ده العادي يعني. تتكلم ان التاون هاوس بيبتدي في رينج من اول 27 مليون ونص 28 مليون في الرينج ده طبعا. ده شكله طبعا بيبقى 4 بيلدينجز جنب بعض يعني. ده شكله طبعا شكله رهيب يعني. شكله شيك طبعا. وده طبعا تقسيمه الجراوند. اوكي موجوده. ده بيقول لك الاربعه هيبقوا عاملين زي جنب بعض تاون هاوسز يعني ماشي. وطبعا دي الباركينج اللي هو موجود قدام الفيلا. ده تقسيمه الفيرست فلور متقسمه هي كده كل كده. ده فيلا اول وتاني وتالت بالظبط. لا هي بتبقى ارضي واول بيتسمى كده وروف. بتقال كده دايما يعني او الروف بتاعنا يعني بالظبط. ده الروف برضو بيبقى فيه ليفنج اريا وفي طبعا باقي التراس. اوكي في بعد طبعا تاون هاوس. ناس بتحب قوي ستايل اكتر من تاون هاوس. خلينا نتكلم عن التوين هاوس. التوين هاوس طبعا هنا 217 متر 4 غرف. الاربع غرف متقسمين في الفيرست فلور طبعا. تون هاوس ده يعني 2 جنب بعض بس مفيش حد جرحك جنبك كانهم الاثنين كورنر يعني بالظبط. هو زي ما انت قلت كده بتبقى زي 2 تاون هاوس كورنرز جنب بعض. عكس التاون هاوس طبعا بيدي ده برايفسي اعلى شويه من التاون هاوس. وده 4 بيدروم عكس التاون هاوس هو 3 بيدروم. اوكي فانت بتتكلم اهو ان الجراوند ده تقسيمه الجراوند. اوكي ودي تقسيمه الفيرست فلور ماشي. ودي اللي 4 بيدرومز اهي. ودي تقسيمه برضو الروف هي الليفنج يعني ممكن تبقى تيراس ممكن تبقى حط ليفنج يعني تبقى على حسب اوكي كل حاجه. اوكي ودي برضو طبعا باركنج اريا بتاعت الاثنين. طبعا في بقى طيب سودك مشهوره بيه جدا. ايه الطيب ده بقى؟ الطيب اسمه الاربن فيلا. ايه الاربن فيلا ده؟ انا بالنسبه لي هو بتبقى زي تاون هاوس بس مش اتاتشد ببعض يعني. مش 4 تاون هاوس متاتشد ببعضه. دي بتبقى تتكلم ان هي ورينا شكلها اوريك. انا اوريك اشرح لكم برضو على الشكل عشان تبقوا فاهمين اكتر. زي كده اهي ايربن فيلا. هي مش ستاند الون لوحدها قوي بس هي بتتكلم زي تاون هاوس بس. الميزه هنا ان ده بتدي ان ما بين كل فيلا وفيلا مش اتاتشد ببعض فبيدي برايفسي عاليه في نفس الوقت. اسمه ايه ده النوع ده؟ ده اسمه ايربن فيلا.
اربن فيلا. وده بيبقى طبعا التايب ده بتبقى اعلى من التاون والتوين لان هو مدي برايفسي اعلى واقل من الستاند الون. بالظبط كده هما بين الاثنين، لان هو الستايل ده مين اللي بيعمله؟ هو صودك بيحب يعمله، ان هو بيدي بدل ما تاخد الستاند الون هديك حاجه زي الستاند الون يعني مش اتاتش ببعض، بس في نفس الوقت هو نفس مساحه التاون والتوين يعني نفس الرينج. فكره عظيمه. طبعا حلوه جدا. في مساحه بينهم زي الباركنج كده تركن عربيتك وكده، في مساحه برضو صغيره ما بينهم، فده بيدي برايفسي اعلى يعني تحس اكنك في ستاند الون. بس الميزه اللي هنا اللي هي زي ما قلت لك 215 متر، بس هي 3 غرف مش 4. اوكي نازله برضو هي دي برضو تقسيمتها، ده جراوند فلور. بص تحس ان هي ستاند الون هنا شويه جراوند فلور، وده برضو ده اللي هو الفيرست فلور في ال3 غرف. وده طبعا الروف اللي فيه ليفنج وفيه في نفس الوقت التراس بتاعه يعني. بس في بقى نخش على طبعا في ناس كتير بتحب كده يقول لك انا عايز الفيلا مستقله، انا عايز الستاند الون. فالستاند الون طبعا ناس كتير بتحبه، وكمان مع صودك في ناس كتير قوي بتطلبه من اول الحاجات اللي بتخلص. حتى خلينا نقول لما طرحوا مشاريعهم في الساحل الشمالي زي جون وجامي وسيزر، من اول الحاجات اللي خلصت هي الستاند الونز في السرو. فهي دايما هم بيحبوا الستاند الونز جدا وبيقدروها يعني متميزين فيها بالظبط، عشان بس زي ما احنا قلنا في الاول هم بيجيبوا كلاينت معين يعني. بالظبط. فنبتدي طبعا هم عاملين كمان 3 تايبس، فدي حلوه قوي ليه؟ لان التايب اللي هو مش عايز 3 تايبس للستاند الونز، بس في 3 تايبس اللي عاملين 3 مساحات مختلفه، علشان طبعا ممكن تفرق طبعا في السعر، وفي نفس الوقت تفرق في المساحه. في حد ممكن يكون عايز ستاند الون مش كبيره، عايز ستاند الون صغيره، وفي حد بيبقى عايزها كبيره. نبتدي الستاند الونز المساحات من اول 220 متر، نبتدي من اول 3 غرف. دي ستاند الون 3 غرف اسمها سمول فيلا. اوكي تقسيمتها برضو هي ده الارضي بتاع جراوند وده الفيرست، وفي بقى الروف اللي هو بتبقى تراس كده على الروف. الستاند الون دي سمول بتبتدي بكام؟ السمول بتبتدي من اول 45 مليون. وعشان ايربن فيلا برضو نسينا نقول سعرها، الايربن فيلا بتتكلم في رينج ال 40 مليون 39 40 مليون. اوكي الستاند الون طبعا زي ما قلنا اعلى منها، فهي بتبقى عشان برايفسي طبعا مختلفه خالص وستايل مختلف، فانت بتتكلم ان هي من اول 45 مليون ماشي 220 متر. التاني بقى فيلا هي الميديوم فيلا اللي هو النص طبعا ما بين السمول واللارج. هي ميديوم فيلا دي 250 متر، دي 4 غرف ماشي. ده برضو ده شكلها طبعا زي ما قلت هو ستايل بتاعهم ستايل رهيب يعني. فطبعا 4 غرف متقسمين في الفيرست فلور، هو طبعا جراوند فلور اهو، ده الباركنج حته باركنج بتاعهم، وطبعا دي جاردن كلها. وطبعا الروف نفس التقسيمه نفس الفكره بس فرق المساحه. طبعا اخر بقى طيب هو اللارج فيلا برضه الناس بتحبه ان هو تشوف ايه اكبر مساحه، هي بتحب تاخد 300 بلس يعني. في ناس كده بتحب تختار ال 300 بلس فيلا، اسره كبيره مثلا بالظبط، وبيحب يعيش في بريميوم كواليتي شويه يعني. ده الميديوم فيلا اهو. ميديوم فيلا بتتكلم في رينج ال 50 مليون 49 مليون 50 مليون دولار يعني بالظبط. هي بالظبط هي بتتكلم في كده بالقسط على 8 و9 سنين. دي الميزه. بتتكلم بقى الوحش الكبير بقى هو اللارج فيلا. ده هو دي شكل اللارج فيلا هتبقى من قدام ورا بقى وحركات. التانيين ما ينفعش نعمل فيهم حمام سباحه؟ لا طبعا بتبقى حسب انت عايز تعمله. عايز تعمله الجاردن بتاعتك مساحه يعني متاح انك تعمل كده طبعا اعملها. وبتسال طبعا نسال فيها وبنعملها عادي. اللارج فيلا بتتكلم في رينج 310 متر 5 غرف. ده اكبر حاجه فيها غرف يعني لغايه دلوقتي، عشان دي اكبر واحده طبعا. فيها طبعا متقسمه جراوند وفيرست والروف نفس الكلام. ودي بتتكلم في رينج 55 مليون 56 مليون. دي اعلى واحده فيهم. 55 مليون 6 مليون يورو يعني بالظبط. لو 1 مليون دولار 1 مليون يورو على حسب بقى بالظبط. فعشان كده دي طبعا اعلى طيب واحلى طيب فيهم طبعا. اوكي بس جميله. انا شايف ان يعني على اسعار بصراحه اللي في اللونش يعني اقل من المعتاد بتاع سودك، واسعار في متناول بعض الناس اللي بيشتروا في سودك. صح. والبريميوم اللي عارفينهم بيشتري بريميوم كواليتي وهو عارف هو بيحط فلوسه فين طبعا. فطبعا سودك مش دايما بنصح لاي حد، بنصح للعميل اللي هو فاهم سودك وعارف سودك او عايز يعيش بريميوم كواليتي، يعمل ابجريد من حاجه لحاجه. وفي ناس ودي قدامي بشوف بيعمل ابجريد ان هو مثلا ممكن يبقى عايش في تاون هاوس يجي يعيش في شقه في سودك وبينبسط اكتر. ودي ما شفتها قدامي ودي تفرق. او كوميونتي ولاندسكيب هو بالظبط صيانه وحاجات كتير قوي ولاندسكيب ووتر فيتشرز. هو بيبقى شايف ان انا ممكن اعيش في تاون هاوس بس مش مبسوط، بس عايش في شقه بريميوم كواليتي بالناس ناس دايما صيانه، دايما سكيورتي موجود، دايما الامان عالي قوي، برايفسي عالي قوي. دايما كان في مقوله كده يقول لك ما تشتريش احسن بيت في اوحش مكان،
بالظبط. اشتري حتى لو قليل، بيت قليل بس في احسن مكان، او اصغر بيت في احسن مكان. هو فعلا اللي بيفتح النفسيه اكتر الكوميونتي والتنظيم وهكذا. صح. سؤال بقى، انا كده سكنت المستقبل سيتي هتخلص امتى؟ طبعا انا اقول لك الرؤيه للمستقبل سيتي دلوقتي. النهارده البنيه التحتيه بتاعت المستقبل سيتي خلصان منها، خلينا نقول فرنج من 72 ل 75%، يعني 3/4 اصلا خلصان. اوكي. فاضل الباقي من النارات بقى، الطرق اللي انا بقول لك ممهده لاغلب الحاجات يعني. فاضل خلينا الربع، يعني فاضل 25% مثلا. سنه كام يعني خلينا نقول اكسبكتد ان هي غالبا مع اصلا مع التسليم، بس خلينا نقول يعني فرنج من 2029، يعني 4 years 5 years بالكتير قوي، يعني 2030 2029 يكون كله غالبا خلص. كمان العاصمه هتكون اجزاء كبيره منها بالظبط. وهتلاقي اصلا تسليم كمان سودك ساعتها ان شاء الله. وان سودك زي ما قلنا من الميزه اللي فيهم ان هو من اعلى الريسيل، وفي نفس الوقت يعني عندها نسبه تاخير ما تعديش 6-7%، فده معناه ان هي تنزل تسليماتها في موعدها معديه 92% تسليماتها في موعدها. فهي عارفه ان هي 4 سنين هتستلم في 4 سنين كده. مش هقول لك ايه نقطه الضعف، ولكن هقول لك ايه اكتر نقطه مغلوطه الناس بتكررها او فهمها غلط عن المشروع. ممكن الحاجه اللي بتقابلني انا اول ما طلعت صودك في المستقبل، اللي هو زي ما قلت شويه مستقبل بعيد. اقول له لا، طب انت عايز انت لو قعدت في التجمع انت يعني جبتها انت في المستقبل سيتي، مش في في صودك. طبعا لا هي كده مش تبقى في صودك. هو زي ان هو يختار مثلا لوكيشن، هو اللي غلطه مثلا. في ناس فاكره ان هو اختار لوكيشن غلط، لا. طب تعالى نقول مثلا، طب ما قبلها كان موفيدا جاردنز، رحت هناك غير موفيدا جاردنز، انت واخدها على محور رئيسي، انت واخدها جنب محور رئيسي، يعني زي محور الامل. حاجه تانية، انت بتتكلم ان انت بالنسبه لك التجمع اقرب، بس تمام. انت النهارده خدت بصودك بالسعر النهارده بتاع اللونش ده، انت عايز تروح لابنك مثلا في مدرسه زي مدارس انترناشونال ليبرتالي والكلام ده، اي مدارس هنا هتبقى في طبعا لونش المدارس يعني موجوده في المستقبل سيتي ولا في هيبقى طبعا في مدارس موجوده. موجوده، هتبقى في غالبا 3-4 مدارس، بس لسه افتتاحهم غالبا هيبقى في 3-4 سنين، بس لسه المعلومات دي بدائيه الناس نعرفها. بس انما انت عايز تروح التجمع زي ما اتكلمنا، انت 12 دقيقه تبقى في الاي او سي. لو عايز تجمع ربع ساعه، من ربع لثلث ساعه تبقى في اول التجمع، في اول 90 شمالي. ده لو انت هتسكن بدري شويه، لكن فيما بعد جوه الكومباوند ده هيبقى فيه خدمات، وجوه مستقبل سيتي برضو فيها. بالظبط. انت مستقبل سيتي هيبقى هتستفاد من خدمات المستقبل سيتي، وهتستفاد وخدمات الكومباوند بتاعك. اوكي. احنا اخر حاجه كومباوند اسمه ايه؟ اسمه ايست فالي. بالظبط. احنا بنشكرك ان انت معانا النهارده. طبعا انا اتشرفت بيك جدا وانبسطت النهارده بالقعده والكلام على صوتك نفسه. انبسطت حبيبي والكلام معاك طبعا بيبسط ويفرح. الله يخليك. احنا بس بنقرر ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو، واللي عايز يتواصل مع باشمهندس يحيى علي عشان يعرف اخر الابديتس بتاعت صودك عامه او المشاريع اللي هو بيغطيها، حد من فريقه هيتواصل معاكم خلال 24 ساعه او 48 ساعه، او هو شخصيا لو انتوا طلبتوا في الليد فورم ان انتوا تتكلموا معاه هو شخصيا هيعمل ده فور فري، اكيد فور فري طبعا اكيد. وبنشكرك جدا وننتظرك في حلقات قادمه. ربنا يخليك. شكرا جدا طبعا. حبيبي كان معاكم يوسف رمزي